يا مساء الفل عليكي. لو عندك فرخة بلدي كبيرة زي ما انت شايفة كده، كبيرة سواء في الحجم او في السن، اللي معايا هنا كبيرة في الحجم وبتاخد صراحة سوا، يعني انا يعني كان في واحدة غيرها يعني اخدت 3 ساعات. فتعالوا بينا اوريكم ازاي نخليها ما تاخدش تقريبا الا ساعة ونص مثلا، يعني نص الوقت بالظبط، وفي نفس الوقت تاخدي طعم تحفة تحفة. اول حاجة مسكنا الفرخة غسلناها كويس، نقعناها في ملح وخل ودقيق وليمون، لو عندك شوية طحينة بتحطيهم زي ما انت شايفاها كده. خليناها فلة، وكمان نضفت من تحت الجلد، اللي هو جلد الصدر، ونضفت كمان من تحت جلد الوراك، تتأكدي من كل حتة فيها انها تمام وبقت زي الفل وريحتها ليمون وزي العسل. دي اول خطوة في اي طيور لازم نعملها علشان يعني تعرفي تاكليها، او اللي انتي بتاكلهم يعرفوا ياكلوها. بسم الله ما شاء الله، شايفين السمونية بتاعتها عاملة ازاي؟ دي تربية ايد بابا وماما بقى، وهم جايبينها لي كده، فايه قلت اعملها بطريقة حلوة. عندي بقى هنا ايه، مية حطيت فيها توابل عبارة عن ورق لورا وحبهان، شوية قرفة، شوية فلفل اسود، وشوية جنزبيل، وهقلبهم كويس زي ما انتم شايفين كده. وحطيت فيها كمان معلقه صغيره من السكر ومعلقه من الخل. تمام. هجيب الخلطه اللي انا عملتها دي، طبعا انت اي توابل انت حباها هتحطيها، بس التوابل دي احنا كده كده هنرميها في الاخر، فيعني ايه، انا بحاول احط الحاجات اللي هي بتدي ريحه كده حلوه في الطيور، وكمان بتمشي الزفاره. هجيب الفرخة بتاعتي، عايزة ان انتي ترفعي كده الجلد وتغزغزي كده من تحت الجلد في الصدر نفسه وفي الورك كمان، عشان التتبيلة او اللي احنا عملناها دي تدخل في كله تمام. انا بقى رحت حطاها كده في المية ديت، ودخلت منها جواها وفي كل حتة فيها، وبدأت ان انا احطها في حاجة تانية كده على قدها، واخلي المية مغطياها، وسبتها من بالليل للصبح في المية. وعايزة اقول لكم ان انا كنت بقلبها كده على الناحية التانية علشان تبقى الناحيتين طرية زي بعض. تمام. جينا بقى تاني يوم، او ممكن تعمل الخطوة دي بقى قبلها بساعتين 3، بس دي حقيقي بتفرق في طراوة الفرخة وطعمها، وطعم اللحم نفسه بيبقى تحفة. هنا بقى جبت بصل وحطيت عليه فلفل اسود وملح، وبدأت ان انا احطه جوه الفرخة ومن تحت الجلد، وفي كل حتة فيها. وجبت حلة كده وحطيت فيها شوية سمنة، وبدأت انزل فيها الفرخة بتاعتي علشان خاطر تاخد صدمة. لو انت عايزة تعمليها محشية رز براحتك خالص، بس احنا كده كده يعني كنا عاملين جنبها محشي، فمش مستاهله. حشيتها بالبصل زي ما انتم شايفين كده، بصل من تحت الجلد كله ومن جوه الفرخه نفسها، بيدي طعم حلو جدا. حمرتها كده على كل الجهات، وحطيت معاها بصل وطماطم، وكمان لو عندك كرفس تمام. وحطيت طبعا الكبده والقوانص بتاعتها وفصين توم، وهبدأ كمان انزل بالتوابل بتاعتها زي ما انتوا شايفين. انا يعني ايه، انا اديتها صدمه بس كده يا جماعه، مش تحميره، عشان خاطر انا كده كده هحمرها في الاخر. مجهزه معايا الميه مغليه زي ما انتوا شايفين، وهنزلها عليها. حاولي ما تنزليش ميه ساقعه علشان ما تعملكيش ريم كتير، ميه سخنه على طول. احنا كده كده مدينها صدمه، هتبقى زي الفل معاكي. طبعا هنحط توابل برضو، ورق لورا وحبهان وقرفة وجنزبيل وملح عادي، هنحطه في الاول عادي مفيش مشكلة، وفلفل وكمون وشوية كزبرة. تمام. حطيناهم اهوت، وهنغطيها كلها بالمية، يعني انا بغلي مية تانية، هغطيها كلها بالمية وهسيبها تستوي على نار عالية مثلا نص ساعة كده، وبعد كده هقوم مهديها النار شوية صغيرة، وهخليها لحد ما تستوي. عايزه اقول لكم الفرخه دي عن الفرخه اللي ما اتعملش فيها الخطوات دي اخدت يعني فرق ساعه ونص. هنا سبت شويه بصل بالفلفل والملح، وحطيتهم على الرز بتاع المحشي مع الخضره والصلصه المتسبكه. دي صلصه متسبكه عادي خالص بالبصل وكل حاجه، بس لازم بعمل لها برضو شويه بصل على جنب كده مدعوكين بشويه فلفل وملح. هحشي بيهم ورق عنب، عملت شويه في طاجن زي ما انتم شايفين كده، وشويه هعملهم في الحله واحط عليهم قرنين فلفل كده من فوق. وقبل ما يستوي بقطع عليه شرايح ليمونتين وليمونه تانية بعصرها. تمام. بيدي طعم حلو جدا جدا. وهحط عليها كده شويه سمنه كده مسيحاها. السمنه دي يا جماعه عاملاها بالدهن البلدي، هوريها لكم برضو في فيديو. هنا شايفين شكل الشوربه، بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه تحفه تحفه. وشايفين زي ما انتم شايفين السمينه ازاي، فانا اخدت الوش بتاع السمين ده وسقيت بيه المحشي، كان تحفه. تعالوا بقى شوفوا الفرخه، ما حطيتش عليها اي حاجه خالص، نزلتها تحت الشوايه، وكانت باللون الخطير من كل الجهات.
من فوق ومن تحت ومن الجنب ومن كل حتة. والحتة اللي اتفتحت دي انا اللي فتحتها علشان خاطر كنت عايزة اشوف الصدر استوى ولا لأ. فشايفين بسم الله ما شاء الله. انا هوريكم الدوبان، بصوا بايدي كده، بصوا بصوا بتتهري في ايدي ازاي، ما كملتش حاجة حرفيا، وتحفة مستوية قوي. هوريكم كمان الدبوس بتاعها، والمحشي كان خطير. شايفين لونه فاتح وحلو قوي اهو. ورق العنب مغرق الدنيا دلوقتي في السوق، اللي عايز يخزن يعني تقريبا ده احسن وقت، عشان بعد كده هيخشن. شايفين كمان الورك مستوي حلو قوي ازاي، بس حبيتش اقطعه في الاخر بس عشان ايه ما بوظش المنظر. جربوا الطريقة في اي طيور كبيرة عندكم هتعجبكم جدا. سلام عليكم.